السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء في فقرة ينبوع الواحة التي تحبونها جدا، وموضوع جديد ممتع ومفيد. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو الأم أساس المجتمع، فهي التي تربي الأبناء وتعلمهم، وهي التي تهتم بهم وترعاهم. لذا الأم الصالحة أساس المجتمع الصالح. فالأم الصالحة تتمسك بالدين والخلق العالي، والأم الصالحة تتحلى بالصدق والأمانة في القول والعمل، والأهم من ذلك أنها تمتلك المعارف والعلوم النافعة، ثم تنقل كل ذلك إلى أبنائها من خلال التربية. ونحن يا أصدقاء يجب أن لا ننسى أنها قدوة، فالأولاد يقلدون كل صغيرة وكبيرة من خلال والديهم، ويفتحون أعينهم بالدرجة الأولى على تصرفات أمهم، سواء كان بعاطفة الأمومة أو بالتربية الدينية والرعاية الصحية، وهذا ينتج لنا أجيال واعية وصالحة تساهم في بناء مجتمع صحي وسليم. وبهذا يا أصدقاء نكون قد وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن اللغة الرسمية في إريتريا هي التيغرينية أو التيغرينيا كما ينطقها الإريتريون؟ لكن اللغة العربية هي لغة أساسية لسكان البلد، مع وجود اللغة الإنجليزية بدرجة أقل. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة مع حكايات جحا. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو أيام الصبا. قد تجد إنسانا يريد أن يفعل شيئا ما أو يقوم بعمل عظيم، ولكن قوته لا تعينه على ذلك، فيردد أمام الناس: أين أيام شبابي وقوتي؟ لقد مضت أيام الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما. فهو يبرر عجزه بهذه العبارات، ولكن إذا كان وحده فماذا سيقول؟ هذا ما سنعرفه مع جحا. فقد أراد جحا يوما أن يركب فرسا عالية وقوية، فقفز على ظهرها، ولكنه وقع ولم يستطع الركوب، وظن أن الناس يرونه،
فقال: آه على زمان الصبا. ثم التفت حوله فلم يجد أحدا، فقال: أما الحقيقة فلم أكن في زمن الصبا أفضل مما أنا الآن. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا أصدقائي الصغار، سنتعلم اليوم حرف الحاء. الحركات. هيا رددوا معي. بالفتحة. تنطق حاء حاء. بالضمة. تنطق حو حو. بالكسرة. تنطق حي حي. والآن مع الأمثلة والكلمات. ما هذا الحيوان الذي يظهر أمامكم يا أصدقاء؟ حمامة. وماذا عن هذا؟ حوت. وماذا عن هذا؟ حصان. ختاماً أصدقائي، ما رأيكم أن نقرأ قصة كاملة؟ حرف الحاء. صنع عمي الحداد حدوة من الحديد، ووضع الحدوة على حافر حصاني. أصبح حصاني يجري جيدا. قال حسان: شكرا يا عمي الحداد. رد الحداد: عفوا يا حسان. كان هذا حرفنا لليوم يا أصدقاء، إلى أن نلتقي مع حرف جديد. إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف، مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف الحاء، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام. والآن مع مسابقة الحروف وحرف جديد ألا وهو حرف الحاء. لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تذكرا لي اسم ذكر أو أنثى بحرف الحاء. تفضل يا محمد. حسين. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ أجل. حسن. أحسنت. هل لديك صديق بهذا الاسم؟ لا، ولكن لدي أب. ما شاء الله. السؤال التالي: أريد منكما أن تذكرا لي اسم جماد بحرف الحاء. تفضل يا محمد. حبل. حبل. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ لا، مع الأسف. لا بأس. السؤال التالي: أريد منكما أن تذكرا لي اسم نبات أو شجر بحرف الحاء. تفضل. الحيزران. الحيزران ولا هل تقصد الخيزران؟ الحيزران. الحيزران. ليست إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى؟ لا. سوف أقرب لكما. هي أكلة مشهورة في سوريا، وتؤكل في الصباح في الفطور، على الفطور. تبدأ بحرف الحاء. حمص. أحسنت، صحيح. السؤال التالي: أريد منكما أن تذكرا لي اسم مدينة أو دولة بحرف الحاء.
تفضل يا علي. يعني مثلا يوجد دولة مدينة حلب. أحسنت. وأين تقع حلب؟ في سوريا. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ حائل. أحسنت. أين تقع مدينة حائل؟ السعودية. أحسنتما، صحيح. السؤال التالي، أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان بحرف الحاء. تفضل يا علي. حصان. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ تفضل. حمار. أحسنت. وإلى هنا تنتهي فقرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في مسابقة جديدة وحرف جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم، مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم في فقرة قصص الأنبياء. كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخ. وكان يوسف غلاما جميلا جدا وذكيا. وكان يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. وذات ليلة رأى يوسف رؤية عجيبة جدا. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. تعجب يوسف الصغير كثيرا ولم يفهم هذه الرؤيا، فقال لنفسه: كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل؟ ذهب يوسف الصغير إلى أبيه يعقوب وحكى له هذه الرؤيا. قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان أبوه يعقوب نبيا، ففرح يعقوب بهذه الرؤيا كثيرا وقال: بارك الله لك يا يوسف، فسيكون لك شأن عظيم. هذه الرؤيا هي بشارة بعلم ونبوة. وقد أنعم الله على جدك إسحاق، وقد أنعم الله على جدك إبراهيم، وإنه ينعم عليك وعلى آل يعقوب. وكان يعقوب شيخا كبيرا، وكان يعرف طبائع الناس، وكان يعرف كيف يغلب الشيطان، وكان أيضا يعرف كيف يلعب الشيطان بالإنسان. فقال: يا ولدي، لا تخبر أي أحد من إخوتك بهذه الرؤيا، فإنهم سوف يحسدونك ويكنون لك العداوة. ترى ماذا حصل ليوسف عليه السلام؟ وما تكملة هذه القصة العجيبة؟ ستعرفون كل هذا في الحلقة القادمة. السلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حكم جديدة، واليوم لدينا حكمة والتي تقول: كن صادقا مع نفسك ومع الآخرين. والآن ما رأيك يا عبد الوهاب في حكمة اليوم؟ رأيي هو ما أكذب على غيري ولا أكذب على نفسي. أحسنت يا عبد الوهاب، بارك الله فيك. والآن سنأخذ رأي صديقنا علي في حكمتنا لهذا اليوم. كن صادقا مع نفسك ومع الآخرين، بمعنى إنك تكون بدك تقلد رسمة صديقك، فما تجي مثلها، فما تقول لصديقك إنه الرسمة طلعت حلوة مثل تبعتك بالضبط. خليك صادق مع نفسك ومع الآخرين حتى، قول هذا الرسمة كان فيها أخطاء ما مثل تبعتك.
ما مثل تبع الرسمة تبعتك، يعني كن صادق مع نفسك ومع الآخرين. أحسنت جدا يا علي، بارك الله فيك. والآن ما رأيك يا محمد في حكمة اليوم؟ كن صادقا مع نفسك ومع الآخرين، معناها لو أنت مثلا سويت شيء لواحد وهو ما يعرف، ما تخبي عنه وما يعني ما تقول له إنه أنت ما سويت هذا الشيء، تقول له إنه أنا كذا سويت وتتأسف منه. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. كانت هذه حكمنا وآراء أصدقائنا الأعزاء لهذا اليوم. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين لمشاهدة هذه الحلقة، وشكرا لكم على وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة، والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. إن الفتنة تنمو بتدبير قسطنطين وتخطيطه يا خليل باشا. حقا أيها السلطان، إن رسوله في الخارج ينتظر جوابكم يا سيدي. أدخل. فليدخل رسول قسطنطين. رسول قسطنطين. مولاي. انهض. إننا نحذر الإمبراطور من دعم أمراء القرمانية المتمردين، وأنذركم أن البحر لنا فلا سفن تتجول فيه إلا بإذننا، وسنرد على محاولاتكم لإثارة الفتنة. قل للإمبراطور إني لن أغفل عنه. انصرف. نريد رؤية السلطان أيها السلطان. ما هذا الصوت أيها الباشا؟ سأرى ما الأمر. الناس يريدون رؤية السلطان. إن هؤلاء من رعايا قرمان أوغلو جاءوا يشتكون إليكم يا مولاي. وصل جشعه إلى لقمة الرعية، لأرينه نتيجة عمله. ستحل مشكلاتكم بإذن الله، لقد وعد السلطان بذلك. ألا يكفي أنه يبني علاقات مع أعدائنا ويظلم الرعية أيضا؟ إنها نار الفتنة يا مولاي. لن أنسى هذه الإساءة. طعنة الأخ مؤلمة. أعطوهم ما يريدون الآن واصرفوهم في الحال. أرأيت يا رئيس الوزراء الفوضى والفتن المنتشرة؟ ما رأيك يا خليل باشا؟ ما سبب ظهور هذه الفتن في كل مكان؟ هلا أخبرتني؟ أنت أعلم بهذا يا مولاي. الصليبيون يتوحدون ضدنا ونحن نختلف في التفاهات. هل أنا لا أصلح للحكم؟ معاذ الله، حاشاكم. كيف يمكن أن نضع حداً للشر الذي تغذيه القسطنطينية؟ أرى يا مولاي أن نرتب هذه الفتن بحسب أهميتها وخطورتها، ثم نبدأ بالمعالجة. أقضي عمري في إخماد الفتن؟ اسمع يا خليل باشا، أصحاب الفتن داخل السلطنة وخارجها لا ينفعهم إلا القوة، وسيرون القبضة الحديدية، وسأخرس الفتنة إلى الأبد، وليؤيدني الله في ذلك. خليل باشا، اجمع لي قواد الجيش وكبراء القوم وسادتهم، أريد لقاءهم في أقرب وقت ممكن.
الآن مع فقرة التحدي الذي سيتناول العقيدة والدين الإسلامي مع صديقي محمد وعلي. جاهزون يا أصدقاء؟ هيا بنا. السلام عليكم يا أصدقاء، في فقرتكم المحببة التحدي، وصديقي محمد وعلي، وأنا صديقكم منجوس. الآن يا أصدقاء، هل أنتم مستعدون؟ أجل، نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا يا أصدقاء ندخل إلى الأسئلة مباشرة. السؤال الأول لك أنت يا علي، هل أنت جاهز؟ جاهز بالتأكيد. إذن السؤال يقول: كيف نؤمن بالرسل؟ هل بالتصديق بهم؟ أم بعدم اتباعهم؟ أم بالتكذيب بهم؟ الجواب هو الجواب الأول. بالتصديق بهم، فلنرى هل هو جواب صحيح؟ الجواب صحيح يا علي، أحسنت. أجل، لقد فعلتها. فلننطلق إلى السؤال الثاني لصديقنا محمد، وأنتم يا أصدقاء لا تنسوا أن تجاوبوا أيضا على السؤال. السؤال يقول: ماذا في القبر؟ هل نعيم أو عذاب؟ أفعى ضخمة أم لا شيء؟ ما رأيك يا محمد؟ ماذا يوجد في القبر؟ الجواب الأول. الجواب الأول، نعيم أو عذاب. فلنرى الإجابة هل هي صحيحة؟ أحسنت يا محمد، أحسنت، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. ممتاز، الآن نحن متعادلان، صحيح؟ أجل. محمد وعلي. واحد. إلى السؤال الثالث مباشرة. السؤال يقول لك يا علي: ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ هل هو أحلام؟ أم لا يوجد أصلا يوم آخر؟ أم هو الإيمان بيوم القيامة والجنة والنار؟ ما رأيك يا علي؟ الجواب الثالث. الجواب الثالث هو الإيمان بيوم القيامة والجنة والنار. فلنرى. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. أجل، لقد فعلتها. ممتاز جدا. فلنذهب معا إلى السؤال الثالث، أو هو الرابع. ما رأيكم يا أصدقاء؟ الثالث. لا، هو الرابع. لقد نعم. أخطأت. لا مشكلة. فلنذهب يا محمد إلى السؤال الرابع. السؤال يقول: كيف نؤمن بالقدر؟ هل بالشكوى؟ أم بالرضا بقضاء الله؟ أم بالتضجر؟ ما رأيك يا محمد؟ الجواب هو الثاني. هو الثاني، بالرضا بقضاء الله. فلنرى الجواب. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. ممتاز جدا. ما معنى التضجر يا أصدقاء؟ هل تعرفونه؟ اكتبوا لنا في التعليقات. أحسنتم، ننتظر جوابكم. إلى أن نلقاكم في فقرة جديدة من فقرتكم التحدي. نترككم في حفظ الله ورعايته. هذا صديقكم منجوس وصديقي محمد وعلي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟
وصديقنا عمر. هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا هيا. مرحبا بكم يا أصدقاء في فقرة لغز اليوم. إجابة لغز الماضي هي الضوء. لقد تابعت كل أجوبتكم وكانت صحيحة. أما لغز اليوم هو تزداد كلما أخذت منها بدل أن تنقص. فما هي يا أصدقاء؟ أرسلوا لنا أجوبتكم عبر الرقم الظاهر أو على السوشيال ميديا. إلى اللقاء. يقلدون كل صغيرة لا من خلال والله لخبطة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم على أمل أن نلقاكم كيف يفتح كذا. وإنه ينعم عليك وعلى آل إبراهيم، على آل يعقوب في الحلقة القادمة.